السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير إن شاء الله. هذا النهار واحد الحلوة بلا خميرة، سهلة سريعة. ندوزو المقادير مباشرة. عندي هنايا الكاوكاو أو البيان أو الفول السوداني، كل واحد يعني كيقولوه. عندي البلدي هنايا ديك الصغير الحمار، طبيعة الحال محمر، ما محمرش بزاف يعني عادي، نتوما كتشوفوا البيض ديالو. واحد الجزء منه قليل اللي هو مقشر، اي واحد النسبه قليله ماشي يعني بزاف، تقريبا 500 غرام، ما يعادل جوج زلايف بحال اللي كتشوفوا هنايا. عندي واحد زلافه ديال الطحين او حسب الخليط اللي غادي تاخذنا، لان كاين الطحين اللي كيشرب كاين لا. واحد الكاس ديال الزيت المائده ما عمرش يعني هنايا لاحظتوا. ثم عندي هنايا سكر كلاصي او سكر المطحون، يعني السكر المطحون جيدا، وهذا كيبقى على حسب الذوق، يمكن تزيد يمكن تنقص. دائما كنفضل ان نكون الحلوى تكون ناقصه السكر احسن. رشه ملح او قبصه ملح. عندي هنايا للنكهه القرفه مطحونه، الامكان ديالها اللي ما كتعجبوش ما يعملهاش، او كينسم بشي حاجه اخرى حسب الرغبه، الحامض، قشور الحامض الى غير ذلك. ندوزو للطريقه ان شاء الله باذن الله. اول حاجه اللي غادي نعملو ان شاء الله باذن الله هو غادي نحاول نطحن الفول السوداني. البيان هنا غنطحنو مزيان طبيعه الحال، ماشي حتى يتزيت، غير يبقى يعني مطحون مزيان بحال الطحين فقط ان شاء الله باذن الله. احبائي، ها هو الكاوكاو طحنته، ها هو كتشوفوا كيش عامل، ما طلقش لا زيت لا والو، ولكن مطحون. لاحظ ها هو طحون تقريبا كيبقى بحال العجينه، ولكن ما مزيت ما والو. ها هو باش تعرفوا كيفاش عامل فقط. صافي دابا غندوزو مباشره للطريقه ديالنا. غادي ناخذ هاد رشه الملح، غادي نعملها فوق ديك الطحين. غادي ناخذ الزيت، نزيد عليه السكر كلاصي. من هاد الحلوه هادي باقا نعملها شويه السكر كلاصي في الاخر. انا ما كنعملش السكر بزاف، يعني السكر المطحون هنايا غادي نخلي منه واحد شويه، ما غنعملش كلشي. كتعجبنيش الحلوه حلوه بزاف صراحه، ولكن انا عطيتكم المقادير ديالها المضبوطه اللي كتعمل في المحلات، لكن في الدار كيبقى كل واحد على حساب الرغبه، فانا نقصت القليل من السكر. هاد اللحظه هادي اش غادي نعمل؟ غادي نخلط هاد الزيت مع السكر، غادي نزيد عليها من بعد القرفه، وغنزيد عليها من بعد هاد الكاوكاو ديالنا او البيان. نعمل ديك القرفه غادي نعملها فوق ديك الكاوكاو او البيان. غادي نرد كلشي دابا هنا، غادي نحط هنايا مع بعضهم، وغادي نخلط ثاني نفس المساله. الرائحه ديالها ديال هاد الكاوكاو مع هاد القرفه كتعطي واحد الرائحه زكيه صراحه. واحد المساله قلت لكم قبيله الدقيق هي وما هزت، دائما كتبقى عينك ميزانك. وقلت لكم كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش، كتبقاو دائما عينكم ميزانكم. المهم العجينه كتكون يعني ماشي قاصحه ماشي جاريه، كتكون نتوما كتحكموا فيها. دابا هنا كنبقى نخلط، دابا غنزيدوا لها الدقيق او الطحين شويه بشويه حتى تجمع. كيبان لي على ان هذيك الزلافه ما غتقدش ديال الطحين، غادي نزيدوا، لان كنت باغي نعطيكم المقادير المضبوطه حتى في الطحين باش من هذاك الشيء. دائما احتاطوا، لان فجاه كتلقاو واحد القصه صافي راها وجدت. ما نكبش الطحين كله دائما في الحلوى كلها، كما بغات تكون دائما الاحتياط واجب. ها هي دات ديك الزلافه، هنا جيت واحد شويه ديال الطحين احتياطا، عمرت زلافه اخرى ما كتبش لكم باش باش نشوف القياسات اللي غادي تعطيكم باش تبقاو عينكم، يعني باش تشوفوا شنو كاين حدا عينيكم. بحال اللي كنقول دائما، الانسان ماشي بالضروره يجرب هاد المقادير كلها، يعني عين كيلو الكاوكاو صراحه وكاس ديال الزيت. يمكن ديالكم تعملوا نص ديال المقادير او حتى الربع ديال المقادير. زلافه ديال الكاوكاو ونص كاس ديال الزيت، تقريبا شي زلافه ونص او ربع على حسب الطحين. كنعاودها ونكرر. اذا ها هي لاحظتوها، ها هي واجده عندنا، حيتو كيش عامله واجده تقريبا. دابا غندوزو للمرحله المواليه، مرحله اللي هي سهله ان شاء الله باذن الله. ها هي بعد ما سليناها بحال شفتوا معايا، دابا مباشره ما كنخليها لا ترتاح لا والو. دابا غادي نشبر فيها نطلقها طبيعه الحال، اما كتشبر شي جوج بلاستيك غذائي
يعني كيعذب شويه، او من احسن الورق ديال الغذائي، حدا من تحت حدا من الفوق، وغادي نطلقوا وانتم كتشوفوا معايا ان شاء الله. والطريقه كيفاش غادي نقطعها اسهل مما يكون ان شاء الله، غادي تشوفوا معايا باذن الله. ها هي انا حطيت على ورق الورق ديال الطبخ، انا غير باش نسهل على راسي فقط. اما نتوما بامكانكم بلاستيك غذائي ولا شي حاجه من تحت، المهم الا حطيتيها فوق الجهه المائده ديالك راه كتلصق. وانا ما بغيتش نعمل لها الطحين، بغيتها تبقى هكا باش كتجيب النكهه ديالها طيبه. غادي نحط عليها ورق هنايا، هنايا، وغادي نطلق عادي. ما خصهاش تكون غليظه بزاف بحال اللي كتباع في المحلات. لاحظتوا هنايا اذا ها هي لاحظتوها طلقناها. دابا باش نعملوها كنرشموها اما بالكاس، بالفم ديال الكاس الصغير، او ديك المرشام ديال اللي هو الصغير هنايا، او الا حرفت لكم كاع ما تبقاش حد يحمق الراس ديالو، ما كاين لا مرشم، ما كاين لا كاس، ما كاين حتى شي حاجه. الواحد غير بالموس كيقطع الزوائد وكيعملها على شكل مربعات، سهله مهله يعني، عادي ما كاين حتى شي حاجه، على شكل مربعات. كيبقاش الواحد هذاك الراس ديالو. هذا كنعمل به اشكال مدورين، هي اللي كتكون بحال اللي كتباع في المحلات، هي بهذه الطريقه هذه كتباع بهذا الشكل هذا. وكان من بعد كنعملوها بهذه الطريقه. لاحظتوا كيكون اسهل، كتجي سهله. كنجيب السكين نجمع هنايا الحواشي هادو اللي زايدين بهذا الحال، ما غادي نرميوهمش، وانما غادي نعاود نفس المساله، غادي نعدلهم وغادي نطلقهم. يعني غادي نجيب واحد الموس وغادي نهزهم ونحطهم في اللاطه عليها الورق، والفران كيسخن 180 درجه من تحت ان شاء الله باذن الله. احبائي ها هي من بعد ما خرجتها من الفران بحال اللي كنت قلت لكم قبيله، 180 درجه من تحت، هي في الوسط تقريبا شي 10 دقائق. هذيك الساعه كنقلب عليها الفران من الفوق حتى كنشوفها طابت تقريبا. كيبقى دائما الواحد يحتاط على حسب الفران ديال الغاز ماشي هو الفران ديال، يعني فران الغاز ماشي هو الفران ديال الضوء. كيبقى دائما كل واحد على حساب الفران ديالو، يعني عينك ميزانك مع الاحتياطات مع الملاحظات باش ما يوقع لك شي حاجه. واهم شيء هي الحلوى ملي كتكون ما طابت 10 دقائق 11 دقائق من التحت لتحت، ما نحاولش نهزها من تحت نشوف واش طابت ولا لا، لان كتكون هشيشه وكتفتت وكتهرس. يعني هنا كتبقى بحال اللي كنقول دائما قدر المستطاع عينك ميزانك. وباش كنقلب من الفوقي كتلاحظ لان حتى من الاحسن هي ما تحديهاش حتى كتبرد. بحال اللي من دابا هنايا تقريبا خليتها حتى بردت، عاد كنرشها بالسكر كلاصي او السكر المطحون. ما كنفنتهاش في السكر باش نكونوا كنعرفوا ما كتفنتش في السكر، وانما كنعمل هذه القضيه هذه فقط. هي هنا المساله بحال هكذا. وبامكان ديالنا نخلي واحد المجموعه اللي ما كيعجبهاش السكر تخليها بلا هي كتباع بهذه الطريقه، هي كتباع هكذا بهذا مسكره يعني بالسكر هكذا. واللي كيبغي يخليها بلا سكر كيخليها على حسب الذوق وعلى حسب هذاك. انا شي غادي نعمل له السكر، شي ما غادي نعملوش، يعني نخلي على حسب الذوق على حسب الرغبات ديال كل واحد بهذه الطريقه. صافي هكا حتى كنكون سليته بهذه الطريقه بحال اللي قلت لكم. من باش غادي نشبر الورق هذا اللي كنت قطعت به، غادي نجيبو، غادي ناخذ بهذه الطريقه، غادي نحاول نفتح هذه مزيان، وغادي نجيبها هنا، غادي نجيب عليها في الوسط، كنحاول نجيبها قدر المستطاع في الوسط. نبقى نتكي هنا كتعطيني ديك الفورمه، ديك الحجم ديال الحلوى اللي غيسهل عليا الحطان فيها. مي غادي نهزها وغادي نحطها فيها، كتجي لاحظتوا كتجي رائعه. او كاينه طريقه واحده اخرى باش كتكون سهله في عود اللي قلت لكم قبيله نحطوا عليها هذه اللي بغيت هنايا بقدر المستطاع. كل واحد كنزول قياسات اللي بغيت نعدل بهم حلويات. يعني حتى في المذاق ديالها رائعه وسهله وبدون خميره وبدون يعني بزاف ديال المواد، ورائعه. وكنتمنى تعجبكم وترقكم وتجربوها وتردوا عليا، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وشكرا جزيلا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غادي نعملها في الصحن وغتشوفوا التقديم النهائي تماما ان شاء الله. السلام عليكم.